السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. من الحاجات الجميلة قوي اللي أنا استفدت منها في حياتي كلها القراءة. القراءة من الحاجات اللي بتغذي العقل وتنمي الفكر وتغير أشياء كتير قوي في الحياة، وبتطور جدا، بتخلينا متطورين في حياتنا قوي. بتخلي القلب ده مشاعره وانت بتقرأ، سواء روايات، سواء حاجات دينية، سواء ثقافة عامة، أي حاجة، أي مجال، أيا كان، بجد بتغير كتير. القراءة بمعنى الكلمة في الكتب، مش مجرد ان انا بقرأ حاجات في جوجل او مجرد ان انا بقرأ كام حاجة كده على الفيسبوك وخلاص. لا، دي مش قراءة. انا لما بتكلم على القراءة هنا بتكلم على القراءة الحقيقية، القراءة اللي فيها ثقافة ووعي وإدراك، وبتغير فعلا فعلا من الوجدان والتفكير ومن كل حاجة. كمان الاستماع، انك تقعد تستمع لفيديوهات شرح بالساعة والساعتين، يعني لا، يعني بجد من الحاجات اللي بتخليك اولا عندك صبر كتير، بتخليك بتستفيد اعلى، لان في حاجات بتاخد وقت في شرحها كده. بتحس ان انت قاعد كأنك بتذاكر حاجات، سواء في مجالك سواء برضو مختلف المجالات، فده بيفيدك قوي. ما بالك بقى احنا بما اننا الناس اللي بتحب الرياضة والناس اللي بتتمرن والناس اللي هي اوريدي بتمرن كمان، مهم جدا ان انت تقرا. انا من الحاجات اللي انا استفدت منها جدا جدا في الرياضه ان انا لما قعدت اقرا وتقري في كل حاجه وتقرا في كل شيء، ممكن تمسك واحده واحده الحاجات اللي انت بتمارسها. يعني لو انت مش بتمارس لعبه معينه زي مثلا كيك بوكس او بوكس او كروسفيت او مثلا سباحه بتمارسيها او يوجا او ممكن تخليها دلوقتي وتشوفي انت بتمارسي ايه وتعمليه. لو انت بتمارسي زومبا، لو انت بتمارسي ايروبكس فيتنس بشكل عام، لو بتمارسي في الجيم الحديد والاجهزه، تبداي ان انت تقراي عن الحاجات دي كلها في البي تي والسي اف تي، مدرب اللياقه البدنيه او المدرب الشخصي او النيوتريشن التغذيه. كمان لو تدرسيها بيبقى حاجه اكتر استفاده ليك انت ممكن في يوم من الايام تقدري تمرني نفسك، او انت كمان كذلك. وكتير عملوا كده مع الخبره والتعود ومع الحفظ الحاجات بشكل عام ومع القراءه والاستماع عملوا كده. انا شخصيا من الناس اللي بصراحه لما قعدت اقرا استفدت كده كتير قوي. بما اني بمارس بقالي 5 سنين الحمد لله الرياضه، ومارس معاها كمان البوكسنج، وان شاء الله قريب الكيك بوكس هبتدي فيه، وكمان احيانا بدخل بقى اليوجا والسباحه، لان من الحاجات الحلوه والممتعه جدا جدا جدا. فمهم جدا ان انت تقعدي تقراي او عن كل دوت. فكان مهم قوي ان انا اقعد اقرا برضو واتثقف في الحاجات دي كلها. صدقوني يا جماعه القراءه بشكل عام بتغير. حته ان احنا نبقى ما عندناش صبر ان احنا نسمع لمجرد 10 دقايق حد بيكلمنا عن حاجه، او 5 دقايق، او مجرد ان في بوست بنقراه بس 4 5 اسطر مش قادرين نصبر عليه، دي كارثه. دي كارثه، وبيبقى بيخلينا ما عندناش وعي وادراك وتطور ذاتي وصبر حتى في حياتنا، وما بيخليناش ان احنا حتى يبقى عندنا ثقافة أعلى. فده مش حاجة حلوة خالص. لازم تقعدوا تقروا كتير. لازم من البلان بقى والخطة اللي تعملوها بعد رمضان مع الرياضة، اللي ما بدأش في رمضان رياضة، أو اللي كان مأجز، أو اللي حتى كده كده اوريدي هي مكملة في رمضان وبعد رمضان، لازم بقى نعمل خطة بعد رمضان من الخطة دي والبلان ده، إن احنا نحط في خطتنا القراءة. القراءة وإن احنا نقعد نسمع كتير، ولو تقعدوا كمان تدرسوا ده هيبقى حلو قوي. حتى لو انت مش عايزه تكوني مدربه او مدرب، مش شرط خالص. ده لنفسك انت وده لنفسك انت، عشان كمان ما حدش يضحك عليك كتير، عشان المجال بقى كمان للاسف، مع احترامي لكل الناس طبعا ومحترمين بآلام كتير، وفي غلط واختلاط وحاجات غلط كتير. اكيد مش كلنا هنعرف كل حاجه، واكيد لا استغناء عن الناس اللي عندهم الخبره والناس اللي تعبوا في حياتهم لما وصلوا بقى مدربين. ولكن مهم برضو ان انت تقعدي لازم تقري تدرسي. انا واحده من الناس زي ما قلت لك وبقول لك، انا يعني بقرا، ومش بس بقرا وبعتمد على القراءه بس اللي هتفضل طول حياتي حتى الموت. لا، انا كمان بدرس. انا اخدت كورس ولسه بكمل وباخد كورسات عشان اطور من نفسي اكتر. فدي من الحاجات بجد اللي فرقت في حياتي كتير قوي في الرياضه وبشكل عام. وعندي يعني فكره اعلى بكتير ان انا اوصل لحاجه اكبر، سواء ان انا افيد نفسي طبعا اولا وافيد طبعا الغير، وان شاء الله حلمي ان انا اكون كوتش في يوم من الايام باذن الله يا رب. فيعني بجد الموضوع توسع معايا بشكل كبير جدا. فحتى لو انت مش حلمك ده، او انت مش حلمك ده، او مش في بالك خالص، مفيش مشكله. في الاول وفي الاخر القراءه والاستماع هيفيدكم كتير. وبشكل عام القراءه دي حاجه لذوذه كده، حاجه جميله قوي. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين مره تانية.